أبنائي وبناتي طلبة الصف السادس الابتدائي هقدم لكم ملخص الوحدة الأولى الرياضيات. يا رب يعجبكم الفيديو. ملخص الوحدة الأولى للصف السادس الابتدائي الرياضيات. احنا طبعا عندنا زي ما شفنا في الجدول اللي انا قدمته لكم في اول الفيديو، عندنا اول حاجة في الرياضة الوحدة الاولى الاعداد الصحيحة. هحاول الخصها لكم هنا في كل ورقة، هعمل لكم كل درس في كل صفحة كده لغاية ما نخلصه، وده هيساعدنا قوي في البحث بتاعنا. نبتدي كده. اول حاجة طبعا عندنا مجموعة الاعداد الصحيحة. يعني ايه مجموعة الاعداد الصحيحة؟ يعني باختصار كده بالرمز صاد. الرمز صاد يعني صاد الام اللي هي المجموعة الصحيحة. ده بيساوي ايه؟ الصاد دي بتساوي ايه؟ الصاد الاعداد الموجبة اتحاد مجموعة الصفر اتحاد مجموعة صاد السالبة. يعني ايه؟ يعني الصاد معانا فيها صاد موجبة وفيها الصفر وفيها الصاد السالبة. يعني الأعداد الموجبة اللي هي طبعا الواحد الاتنين التلاتة الأربعة إلى ما لا نهاية، وطبعا هنا الصفر يعني مجموعة الصفر، وهنا الصاد يعني سالب واحد، وطبعا هنا الصفر لا هو سالب ولا هو موجب. دي معلومة لازم نعرفها. سالب اتنين سالب تلاتة هنا مجموعة الأعداد السالبة لغاية سالب ما لا نهاية. خلاص؟ طيب عندي حاجة تانية اسمها طه. طه دي يعني مجموعة الأعداد الطبيعية. احنا هنا صاد فيها الصاد الموجبة فيها الصفر فيها الصاد السالبة. طب هنا دي فيها حاجتين بس هتنفعنا قوي كمان في التقاطع والاتحاد والانتماء أو لا تنتمي. الطه هنا يعني ايه؟ يعني صاد الموجبة يعني مجموعة الأعداد الموجبة والصفر، دي ما فيهاش سالب اللي هم ايه؟ اللي هي المجموعة الصفر والواحد والاتنين لغاية الايه؟ الأعداد كلها. خلاص نبتدي بقى نطبق على الكلام ده. هنقول بعد ما قلنا طبعا هنا القاعدة الصاد بتساوي صاد موجبة الأعداد الصحيحة الموجبة اتحاد مجموعة الصفر واتحاد مجموعة الصاد. هناخد بقى تمارين على الكلام ده بسرعة عشان ايه؟ نشوف الموضوع. برضو هنا هنبتدي النقطة هنا طبعا اهو الصفر على خط الأعداد هنمثلها على خط الأعداد هنا تحت. هنا طبعا الأعداد الموجبة إلى ما لا نهاية، وهنا الأعداد السالب إلى ما لا نهاية. هنحاول أختصر لكم بقى الدرس الأولاني كله في صفحتين كده وفي عجالة. بعد ما قلنا نحط دول قدامنا في كل الدرس، هنقول سؤال صح أو غلط. رقم واحد الصفر طبعا قلنا لا هو لا موجب ولا سالب، لا هو موجب ولا هو سالب. طبعا ده كلام ده غلط، لا هو موجب ولا هو سالب. الصفر أصغر عدد موجب. الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط. لو قال لنا قول السبب هنا لأنه ليس موجب ولا سالب. خلاص. رقم اتنين، السؤال رقم اتنين معايا صاد اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة. اتفقنا اللي هو ايه القانون ده معانا نحفظه كده، لازم الثلاث حاجات دول يجوا. طيب احنا جت عندنا هنا صاد موجب تقاطع صاد سالب، في ايه ناقص؟ في الصفر، يبقى هنا برضو غلط. السبب ايه؟ نكتب له السبب جنبها كده. السبب لان صاد بتساوي صاد الموجبة موجودة اتحاد مجموعة الصفر اتحاد مجموعة الصاد السالبة. رقم 3. طيب عندنا هنا صاد بقى الأم كلها تقاطع بتتقاطع صاد هنا موجبة وهنا السالبة.
التقاطع بيتقاطعوا في ايه؟ بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. الكلام ده صح ولا غلط؟ برضو صاد الموجبة وصاد السالبة دي برضو مسألة صح ولا غلط؟ هنا غلط، لأن صاد اهي السبب صاد الموجبة تقاطع صاد السالبة بيساوي فاي. يعني دي أعداد موجب اهو، دي أعداد موجب ودي أعداد سالب، بيتقاطعوا في ايه؟ مفيش حاجة مشتركة ما بينهم، يبقى هنا بتساوي معايا فاي. خلاص. بعد كده حاجة اسمها القيمة المطلقة. يعني ايه القيمة المطلقة؟ يعني العلامة دي وفي هنا أرقام، وليكن مثلا 15، دي اسمها القيمة المطلقة. ودائما لازم نخليها نحولها نفكها، لازم نخليها موجب، يبقى لازم تتحول ان هي تبقى ايه؟ موجب. يعني عندي مثال -3 اهو، دي قيمة، دي اسمها كده العلامة دي كده قيمة مطلقة. يساوي ايه؟ يقول لك اوجد القيمة المطلقة. ده سؤال مثلا يقول لك يساوي كام؟ يساوي نقط هنا، يبقى على طول يساوي ايه؟ يساوي 3، لان احنا اتفقنا لازم يكون ايه؟ موجب، لازم يكون موجب. خلاص، يبقى القيمة المطلقة لازم نحولها لموجب. ماشي؟ طيب في مسألة تانية ممكن يحط لنا سالب من بره وسالب من جوه اهو، سالب من بره وسالب من جوه. هنعملها ازاي؟ طبعا هنحل الاول دي، هنفكها -15، طبعا هنخليها 15، والسالب اللي بره ده بره المسألة هنحطه زي ما هو. طيب في مسألة تانية ممكن يقول لك سالب مثلا 5 في جمع بقى والقيمة المطلقة لل7. خلاص، دي -5 قيمة مطلقة اهي زائد 7. هنفك دي الأول زي ما اتفقنا، وهنفك دي طبعا مفكوكة بالموجب زي ما هي. هنفك دي، هنقول يساوي 5 زائد 7 طبعا بتساوي 12. خلاص، دي اتفقنا ايه في القيمة المطلقة. طب في سؤال ممكن يجيلنا على ايه؟ اكتب بطريقة السرد مجموعة الأعداد. رقم 1 مثلا، مجموعة الأعداد الصحيحة أقل من 3. أقل من 3 يعني ال3 مش معانا، ال3 مش هنكتبها. يعني إيه مجموعة الأعداد؟ يعني هنفتح قوس مجموعة كده، أقل من 3 وبعد كده سابها مفتوحة. يبقى هنا أقل من 3 كام؟ يبقى ال3 مش معانا، يبقى 1 0 إلى ما لا نهاية. دي غير منتهية عشان ما قالناش محصورة، قال لنا الأعداد الصحيحة أقل من 3 على طول، ما قالناش محصورة. طيب مجموعة، في مسألة تانية، مجموعة الأعداد الصحيحة الزوجية. الإيه؟ الزوجية، ماشي، غير الموجبة. دي فيها حاجتين لازم نركز، هنا زوجية وهنا غير موجبة. ايه هي مجموعة الأعداد الزوجية؟ طبعا 0 وال2 وال4 وال6 وال8. طب وقال ايه؟ غير موجبة، يعني هنعمل كده، الصفر طبعا معانا، الأعداد الزوجية من الصفر. طيب غير موجبة يعني سالبة، يبقى -2، يبقى 2 4، بس هنعملها بالسالب عشان قال غير موجبة يعني سالبة. نركز أوي في الموضوع ده عشان ايه؟ بيلخبطنا. -8 إلى سالب ما لا نهاية. خلاص، ناخد سؤال تاني. هيقول لك استخدم كلمة موجب وسالب. يعني ايه؟ هيدينا جمل وعايزين يكتب لنا اذا كان دي سالب او موجب. يعني مثلا، طب هنعرف ازاي اذا كان هي موجب او سالب؟ الكلمات اللي بتيجي في ناحية الموجب ارتفاع،
لو جالنا في النص بتاعنا او في المسألة الكلامية كلمة ارتفاع، ايداع، زيادة، خلاص، فوق مستوى البحر مثلا، خلاص. طيب هنا في السالب بقى، ده في الايه، في الموجب. اما في السالب سحب، تحت، انخفاض، كل الحاجات دي في السالب. والحاجات اللي ارتفاع وايداع وزياده وفوق دي يعني بتزود علينا. يعني هندي مثال صغير كده، انخفاض على طول يبقى بالسالب، نحط فوقها سالب. مستوى، انخفاض البحر، الانخفاض عن مستوى سطح البحر يمثل أعداد إيه؟ نقط. أعداد إيه على طول؟ سالبة. وهو قال لنا هنا استخدم كلمة موجب وسالب. طيب 2، ارتفاع عن مستوى سطح البحر يمثل أعداد إيه؟ موجبة. أما بينما مستوى، على المستوى بقى بالظبط، مستوى البحر يمثل أعداد إيه؟ صفر. يمثل أعداد صفر أو العدد صفر. خلاص كده؟ طيب هيجي لنا سؤال تاني يقول لك حدد قيمة العدد الصحيح ب في الحالة التالية. مهم أوي السؤال ده عشان نعرف نحدد الحالة أو نحدد قيمة العدد الصحيح. مثلا هنا زي ما اتفقنا ب هنا دي في القيمة المطلقة بيساوي 7، يبقى الإجابة بتاعتها إيه؟ يبقى هنقول ب هنا هتساوي، احنا عارفين احنا هنا ان هي دي اسمها ايه؟ قيمة مطلقة، يعني مش عارفين اذا كانت 7 او سالب 7، يبقى 7 وسالب 7. طيب برضو جاتني ايه؟ ب تانية 16 مثلا، يبقى هنا الب هتساوي 16 او سالب 16. طب لو جاتني هنا بقى سالب 15، سالب 15 وهنا القيمة المطلقة، وذكر بعدها ان دي بتساوي الب. بتساوي ايه؟ الب. يعني هنا قال لنا الاول القيمة المطلقة دي اللي بتساوي ب، يبقى في الحالة دي الب هنا بتساوي 15. واحنا اتفقنا ان السالب في القيمة المطلقة بنشيله، يبقى كده الب بتساوي معانا كام؟ 15 ده. سؤال تاني بيجي لنا مهم قوي جدا في الامتحان، اكمل صاد بتساوي ط اتحاد ايه؟ نقط، اتحاد نقط. صاد يعني مجموعة الأعداد الصحيحة، وط مجموعة الأعداد الطبيعية. احنا اتفقنا ان مجموعة الأعداد الطبيعية فيها ايه؟ فيها صاد الموجبة والصفر. يبقى هنا ناقص ايه عشان الصاد تكمل؟ موجود صاد الموجبة وموجود الصفر، يبقى ناقص ايه؟ صاد السالب. خلاص. طيب صاد ناقص ط، يعني الفرق ما بينهم يدينا ايه؟ يدينا زيها برضو صاد السالب، هي خلاص. ممكن تيجي بالصيغة دي او ممكن تيجي بالصيغة دي. طيب عندنا صاد موجب، الأعداد الموجبة، تقاطع مهم قوي. التقاطع يعني ناخد العدد الصغير، ناخد الصغير في التقاطع وناخد الصغير. يعني ايه ناخد الصغير؟ يعني هنا ده موجب، دي أعداد صحيحة موجبة، بس هنا دي صاد دي فيها الأعداد الموجبة الزائد والأعداد السالبة والصفر. يبقى هناخد الصغير اللي فيهم فين؟ ده ولا ده؟ يبقى هناخد الموجبة هي الصغيرة.
خلاص. في العكس بقى اللي هي باصه لفوق بقى اللي هي ايه؟ الاتحاد الصاد السالبه، اتحاد صاد مجموعه الصاد، يبقى ايه؟ في الاتحاد قوه، يبقى الاتحاد هنا لازم هناخد الايه؟ الصاد الكبيره. خلاص. طيب سؤال تاني، الصاد مجموعه الاعداد بتساوي نقط اهو، نقط نقط. ايه نقط؟ اتحاد نقط اتحاد نقط. طبعا زي ما احنا قلنا في الاول هنا اهو، ان قلنا صاد اتحاد مجموعة صفر اتحاد مجموعة صاد السالبة، يبقى هنا صاد الموجبة، هنا مجموعة الصفر، وهنا صاد، وهنا صاد السالبة. خلاص. بعد كده سؤال بقى مهم تاني، اكمل بوضع تنتمي. مهم قوي السؤال ده وبيلخبط كتير قوي من ولادنا. ولا تنتمي وجزء ولا جزئيه، جزئيه ولا جزئيه. طبعا احنا هنا هعرفكم حاجه مهمه قوي هنا في تنتمي ولا تنتمي، اللي ما فيهاش قوس مجموعه. هنا ما فيهاش قوس مجموعه، لكن دي هنختار اللي فيها قوس مجموعه. خلاص. ليس في، وهنا عدد صحيح، يبقى هنا عدد صحيح، وهنا ايه؟ اي بقى كسر عدد عشري مش مشكله، ويبقى فيها ايه؟ ليس له عدد، ليس له قوس وعدد صحيح. خلاص. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض. رقم 1 -8 نقط صاد. هنحط بقى هنا تنتمي ولا لا تنتمي؟ احنا اتفقنا ان هنا الاعداد دي اللي ما فيهاش قوس مجموعه، ما فيهاش قوس مجموعه، يبقى على طول يا اما هنختار تنتمي او لا تنتمي. طب -8 دي تنتمي لمجموعه الاعداد الصحيحه ولا لا؟ ايوه، يبقى تنتمي. خلاص. رقم 2 4.5. احنا هنا عدد عشري، في قوس؟ لا، يبقى تبع برضو ايه؟ فيهم الشرطين دول. عدد عشري، عدد صحيح؟ لا، يبقى ايه؟ يبقى هنا ايه؟ تنتمي الى صاد، يبقى هنا هنحط ايه؟ لا تنتمي. خلاص. يبقى هنا لازم يكون فيها عدد صحيح، ولازم يكون ايه؟ ما فيهاش اقواس. طيب رقم 3. طب ده اهو نقط صاد، ده كسر، لو فكينا الكسر ده هيبقى رقم عشري. مش مفيش رقم بيبقى، مفيش حاجه اسمها 13 على 5. 13 على 5 دي ملهاش رقم في الجدول عندنا، فهتبقى ايه؟ رقم بكسور، فمش هتنفع، هتبقى معايا لا تنتمي. لا تنتمي برضو اهي، دي رقم، دي مش رقم صحيح، ودي برضو مش رقم صحيح، يبقى لا تنتمي. خلاص. رقم 4 هنا بقى عندي هنا بقى قوس مجموعة 16 نقط مجموعة الأعداد الصحيحة. طب هنا ده ايه؟ ده هنا ينطبق عليه القوس، الأقواس هنا اهي، قوس المجموعة، يبقى على طول ايه؟ طبعا ال16 محلول مفكوكة، تبقى على طول هنا بالموجب، تبقى على طول تنتمي او جزئية. خلاص. تبقى هنا جزئية علشان هنا في قوس مجموعة. طب لو قلنا اهو ده اهو المطلقة اهي، نقط صاد سالبة مجموعة الأعداد السالبة. احنا قلنا لازم نفك ده الأول، لما نيجي نفك ده الأول هيبقى كام؟ هتبقى 15 بس، هتبقى الإجابة بتاعتها 15. طب ال 15 دي موجب، ال 75 دي موجب، لكن دي صاد سالبة، يبقى لا. طبعا احنا قلنا هنا مفيش أقواس اهي، وعدد صحيح اهو، وبقى عدد صحيح، تبقى على طول
لا تنتمي. خلاص، يبقى الموجب هنا، خلاص، يبقى الموجب هنا لا ينتمي للسالب. خلاص، والموجب برضو لا جزئية من السالب ولا تنتمي إلى السالب. خلاص، دي مهمة قوي، الحاجات دي لازم برضو تركزوا عليها في أول درس. أديكم مسألة تانية برضو مهمة قوي. احنا طبعا عارفين إن الصفر لا هو موجب ولا هو سالب، بس في نفس الوقت عدد صحيح من ضمن الأعداد. طيب احنا قلنا هنا للأعداد الموجبة مثلا صاد، لو هي الصاد يبقى على طول هنحط ايه؟ تنتمي. هنحط على طول ايه؟ تنتمي هنا. لكن لو قلنا هنقول هنا الصفر اهو، يبقى هنا لا ينتمي. الصفر لا ينتمي لمجموعة الأعداد الموجبة الصحيحة. خلاص، ده خلص معانا الدرس الأول. ندخل بقى على طول في الدرس التاني، نعمل له ملخص برضو بسرعة. الأعداد الصحيحة والمقارنة بينهم. يعني ايه الكلام ده؟ المقارنة بينهم يعني أكبر من، أصغر من، مثلا هو السابق أو هو التالي، الحاجات دي. رتب كل الأسئلة دي. طبعا أول حاجة طبعا هنقول إيه؟ رتب تصاعدية. مثلا عندنا 6 سالب 60، 2 سالب 17 سالب 22. هنرتب تصاعديا ازاي؟ هنبدأ بالأصغر. هنبدأ بالإيه؟ بالصغير. فين الصغير عندي؟ هنبدأ بالسالب، طالما السوالب كلها هنا سالب أهي. سالب 6 سالب 60 سالب 17 سالب 22. يبقى هنبدأ بالصغير فين الأول؟ طبعا سالب 60 عشان بالسالب طبعا هو أصغر واحد. يبقى هنبدأ بالأول سالب 60 وبعديها على طول سالب 22. طالما نرتب تصاعديا هنبدأ الأول بالإيه؟ بالسالب، وبعد كده نشوف أكبر واحد في السالب هو الصغير. ماشي؟ بعد كده سالب 17. بعد كده خلصنا السوالب، هندخل بقى في الموجب. فين الصغير؟ خلصنا السوالب اللي عندنا، الموجب اللي عندنا الاتنين. طيب رقم 2 رتب تنازليا. عندي 1 سالب 11 3 سالب 1 سالب 8 سالب 5. عايزين نرتب تنازليا. تنازليا هنا نبدأ بالأصغر. طب هنا نبدأ بالأكبر. هنبدأ بالصغير بالسالب، هنبدأ بالأكبر الموجب أو اللي ما فيهاش إشارة. فين أكبر حاجة هنا؟ طبعا ما فيهاش إشارة. هنا 1 11 3 سالب 5. يبقى أول حاجة هنا 1 دي سالب 11، دي 3 سالب 1 سالب 8 5. الخمسة هنا طبعا أكبر حاجة، وبعد كده التلاتة، وبعد كده الواحد. خلصنا الموجب، هنبدأ بقى في السالب برضو العدد الكبير. العدد الكبير يعني السالب الصغير. السالب اهو الواحد ده هو ده أكبر واحد في السالب، هيبقى سالب 1 سالب 8 آخر حاجة سالب 11. خلاص، ندخل بقى في مسألة ضع أصغر من وأكبر من وأصغر من أو يساوي. هنا عندي مثلا 3 على 5 أكبر ولا أصغر من سالب 6. هنا التلاتة عفوا التلاتة هنا أصغر ولا أكبر من سالب 6؟ طبعا التلاتة أكبر.
لان احنا هنا قيمة السالب كلها بتعتبر اصغر حاجة، يبقى التلاتة هنا اكبر. طيب هنيجي في حاجة تانية، هنا سالب 5 دي مجموعة مطلقة بيساوي كام؟ نقط كام؟ 5. طب النقط هنا سالب 5، عشان نحولها هنخليها 5، يبقى هنا بيساوي، هنا ايه؟ يساوي. هنيجي في حاجة تانية، سالب 6 مجموعة من جوه اهي سالب، ومن بره في سالب، أكبر ولا أصغر من التلاتة؟ لازم نفك الأول عشان نشوف دي أكبر ولا أصغر. السالب 6 هنا يعني 6، دول فكيناها كده مع بعض بقت 6، والسالب اللي بره هيتحط عادي. هنا بقى التلاتة هتبقى هنا، طبعا التلاتة هنا عكس المسألة. خلاص. في مسألة بقى تاني هنكتب، اكتب العدد الصحيح السابق والتالي. ما هنا عندي الأعداد سالب 9 13 23 0. عايزين تحطوها في جدول عادي، ممكن تحطوها في جدول، عايزين تكتبوها كده جنب بعضها تفنطوها عادي. هنكتب هنا مثلا سالب 9 دي السابق بتاعها ايه؟ الحاجة اللي قبلها، طبعا احنا اتفقنا ان السالب هنا كل ما هنمشي بخط الاعداد هنا كده الصفر، هنعمل كده في خيالنا كده الصفر هنا، طبعا السالب 1 سالب 2، كل ما هنمشي كده هنا بينقص، لكن كل ما هنمشي هنا الاعداد بتزيد. طيب السالب 9، طب السابق بتاعه قبليه برقم، هنا اهي سالب 9، يبقى اللي قبليه برقم كام؟ السابق بتاعه يبقى سالب 10، او الاصغر منه، الاصغر منه على طول هتبقى سالب 10، السابق يعني الصغير. طيب هنا بقى التالي يعني الرقم اللي بعديه اللي احنا داخلين عليه على الصفر، يبقى هنا سالب 8، هنا سالب 8. طيب 23 بالموجب، العدد السابق بتاعه 22 اهو، السابق يعني اللي قبله، هنا اهي 23 يعني السابق اهو، اللي قبله يعني 22. طيب هنا التالي هنا 24، التالي يعني اللي بعد. خلاص. طبعا لو جبنا هنا رقم الصفر اهو، الصفر بتاعنا اهو، الصفر السابق، الصفر بيسبقوا ايه؟ بيسبقوا يعني اللي اقل منه، زي ما اتفقنا ان السابق يعني اللي اقل منه، الاقل منه اللي هو ايه؟ سالب 1. طيب التالي اللي بعديه الواحد. خلاص. ده ايه؟ الدرس الثالث. في نقطة مهمة جدا، نكتب بطريقة السرد، اكتب بطريقة السرد. جاتني مثلا س مجموعة ألف حيث ألف تنتمي لصاد. خلاص. يبقى هنا هنعمل ايه؟ حيث ألف تنتمي إلى صاد، الألف أكبر من سالب 3 ونقفل قوس المجموع. خلاص. دي مسألة كلها على بعض. هنعمل ايه؟ هننزل السين زي ما هي، بعد كده هنقول يساوي. احنا هنا هو هنا قال ايه؟ احنا هنا قال ايه؟ الألف أكبر من سالب 3. يعني ايه ألف أكبر من سالب 3؟ يعني اللي أكبر من سالب 3 زي ما اتفقنا في خط الأعداد هنا، كل ما هنمشي كده بنزيد، لكن كل ما هنمشي كده بننقص. أزيد من سالب 3 يعني كام؟ يعني سالب 2، يبقى السالب 3 مش معانا، يبقى وبعدين سالب 1 وبعدين 0 1 إلى ما لا نهاية. طيب مثلا عندي ميم، دي مسألة ميم ألف مجموعة الأعداد ألف حيث ألف تنتمي لصاد.
وألف هنا بقى أصغر من أو يساوي. يساوي لازم نأكد قوي، نشوف يساوي ولا مش يساوي عشان نشوف الاتنين دي معانا ولا مش معانا. هنا قلنا مفيش هنا يساوي، يبقى التلاتة مخدناهاش معانا. لو في هنا يساوي يبقى هناخد السالب 2 معانا. يبقى مجموعة الأعداد بتساوي سالب 2 عشان هنا في يساوي، بعد كده سالب 3 عشان هنا ليه بنزود؟ عشان هنا الاتنين هنا هي الكبيرة، هي اللي عليها علامة الكبيرة، يعني الألف هنا الأصغر. خلاص، يبقى سالب 3 أصغر، يبقى الألف أصغر. خلاص، سالب 4 سالب 5 إلى سالب ما لا نهاية. العدد معانا عشان الألف هنا هي الإيه؟ الكبيرة. طيب هناخد حاجة تاني. ألف حيث ألف تنتمي إلى صاد سالب 1 أصغر من أو يساوي ألف. هنا الألف في النص أهي، يعني محصورة ما بين رقمين. هنا 5، هنا لما هنا محصورة بين رقمين مش هنكتب ما لا نهاية زي دول، مش هنكتب ما لا نهاية زي دول، لا هتبقى محصورة. هتبقى محصورة ازاي؟ هتبقى عين بتساوي هنا الأول. هنا طالما في يساوي الواحد معانا ولا مش معانا؟ معانا، يبقى مجموعة الأعداد بتساوي سالب 1 لغاية ما نوصل ل5. هنوصل ل5 ازاي؟ من ورا كده زي مجموعة الأعداد اهي، سالب 1 هنمشي لغاية ما هنوصل ل5 عند الموجب. يبقى سالب 1، بعد كده 0 1 2 3 4. هنا في يساوي؟ لا، يبقى ال5 مش هناخدها، يبقى هنا هنقفل القوس هنا لغاية الآخر. لام بيقول لك بقى مجموعة الأعداد تنتمي إلى صاد سالب 5 أصغر من ألف أو أصغر من أو يساوي 0. دي بقى برضو مسألة تانية اهي، مسألة تانية. هتبقى هنا لام بتساوي مجموعة الأعداد، هي هنا في يساوي مع الأصغر من، لا يبقى السالب 5 ايه؟ مش معانا. طب اللي أصغر من سالب 5، يعني هنا الألف أكبر، يبقى ايه؟ يبقى على طول سالب 4. يعني هنا الألف احنا بنعوض هنا يا جماعة مكان الألف، يبقى الألف هنا هي الكبيرة، يبقى الأكبر من 5 كام؟ سالب 4. بعد كده سالب 3 سالب 2 سالب 1. ونيجي عند الصفر هنحطه ولا لأ؟ هنحطه عشان فيه يساوي. وطبعا هنقفلها عشان هي برضو تعتبر محصورة زي المسألة اللي فوق كده. معانا الدرس التاني خلص وبكل اختصار، عشان يساعدنا كمان في موضوع البحث. نقلب على طول وتشوفوا بقى اللي انتوا عايزينه في البحث فيه، وهيفيدكم قوي. نقلب بقى على الدرس الثالث. الدرس الثالث جمع وطرح الأعداد الصحيحة. مبدئيا كده موجب، لما تيجي المسألة موجب زائد موجب يساوي موجب، سالب زائد سالب يساوي سالب، موجب زائد سالب بيساوي الإشارة الأكبر. وبعد كده نحط الفرق، نشوف الإشارة الأكبر، الإشارة الأكبر ثم الفرق. يعني إيه؟ يعني 3 زائد، مثلا لو قلنا هنا في الموجب مثلا 3 زائد 5، دي موجب ودي موجب، يبقى 8. سالب زائد سالب، هنا 3 زائد سالب 3 زائد سالب 5. احنا قلنا سالب زائد سالب يدينا سالب، هتبقى سالب. وبعد كده نشوف هنا ايه؟ زائد. وبعد كده موجب، الموجب هنا مثلا ايه؟ 3 برضو زائد سالب 5. نشوف الإشارة الايه؟ الأكبر فين فيهم؟ الإشارة الأكبر هي ال5، إشارة ال5 هتبقى يساوي
سالب، وبعد كده نفرق ما بينهم نطرح، هتبقى -2. خلاص. يعني ايه برضو الكلام ده؟ ندي مثال مهم قوي. مثلا هنا -17 زائد 19 زائد 17. خلاص. هنا هنعمل ايه عشان نجيب الناتج ده؟ هيقول لك استخدم خواص عملية الجمع لإيجاد الناتج. عشان نجيب الناتج ده هنعمل ايه؟ هننزل المسألة زي ما هي، اهي -17 زائد 19 زائد 17. في حاجات متشابهة هنا، ايوه المتشابه هنخليه مع بعضه عشان اسمها تبقى خاصية الإبدال. أول حاجة لازم نعمل خاصية الإبدال ونكتب كده في المسألة. ماشي. ايه هي خاصية الإبدال؟ في السطر بتاعها اهو، هنبدل، هنجيب ال17 دي جنبها موجب 17 وننزل بقية المسألة اللي هو الموجب 19. ده الرقم لوحده، دول ال17 مع بعض هنخليهم مع بعض. بعد كده هنحطهم بقى ما بين أقواس عشان نسميها خاصية الدمج. لما حطينا كده الأقواس مع بعض، الرقمين دول ما بين قوسين، سميناها خاصية الدمج، ودي رقم 2. بعد كده بعد قلنا ايه طبعا هنا ايه -17. طب -17 وموجب 17 هتبقى هنا ايه؟ المعكوس. احنا ودينا طبعا هناك ايه؟ عكسناه. تبقى هنا ايه؟ زائد، دي طبعا هتطير مع دي، زائد 19. طب لما احنا بدلنا هنا وودينا هناك اسمها ايه؟ خاصية المعكوس. وطبعا هنا الصفر ده طار مع ده بقى صفر، اتبقى ال19 معايا بقت بتساوي كام؟ 19. ده اسمه ايه؟ المحايد الجمعي. دي رقم 3 ودي رقم 4. لازم نكتب خطوات الحل. ناخد مسألة تانية. مثلا هنا هنكتب 2015 زائد 180 زائد -1015. هنعمل ايه؟ طب هنا مفيش ارقام متشابهه، بس هنا يعني مديه تشابه. هنا في 2015 لكن هنا في 1015، يبقى هنعمل ايه؟ هنجيبهم مع بعض. دي هتنزل زي ما هي، وبعد كده هنجيب دي نحطها هناك، هننزل الزائد، بننزل كل حاجه. دي اشارتها سالب هتروح هناك باشارتها زي ما هي، وطبعا هنودي دي باشارتها الموجب 180. دي اسمها ايه؟ خاصيه الإبدال زي ما قلنا اهو، رقم 1. بعد كده عايزين نحطهم هما الاتنين في قوس بقى مجموعة كبير اهو، يبقى 2015 عشان نعرف نجمعهم -1015 قوس مجموعة كبيرة اهو، عشان دي فيها قوس لوحدها فيها إشارة تانية المختلفة 180. دي اسمها خاصية الايه؟ خاصية الدمج. طيب خلاص كده بقينا ايه؟ دي 2015 وهنا في اشارات مختلفة زي ما قلنا. هنا الموجب والسالب هناخد اشارة الكبير وهنشوف الفرق. طيب هنا اشارة الكبير فين؟ اشارة الكبير طبعا ال2000، يبقى هنا ال2000 دي بالموجب. الموجب هنا في الاول مش هنكتبه. 2015 ناقص 1015 هتبقى معانا 1000. هتبقى معانا كام؟ دي نتيجتها 1000 زائد بقى ايه؟ خلاص ده بقى ايه؟ دول خلاص فكيناهم بقت 1000. هتتفضل معايا
ال180. هنا بقت خاصية ايه؟ خاصية الانغلاق. هتساوي كام؟ طبعا 1180. خلاص كده بقى عدد صحيح يساوي عدد صحيح يساوي عدد صحيح يساوي عدد صحيح. دي اسمها ايه؟ خاصية الانغلاق. طب هنا بقى عندنا في مسألة كتابية، هنقول مثلا غواصة على عمق 90 متر تحت. احنا اتفقنا قلنا الألفاظ اللغوية اللي هي تحت وفوق دي كلها بالايه؟ بالموجب او السالب. فهنا تحت دي يعني سالب سطح البحر. خلاص يا عم، دي ال90 عرفناها بالسالب. طيب في ايه؟ ارتفعت يعني هنا ايه؟ يعني هنعملها ايه ارتفعت هنا؟ يعني هنعملها بالموجب. 60 متر يعني ال60 هنا هنعملها بالموجب باستخدام العملية الحسابية لحساب العمق الجديد للغواصة. يبقى هنقول هنا بقى الإجابة هنا بقى هنقول ايه؟ العمق الجديد للغواصة هيساوي ايه؟ احنا اتفقنا قلنا هنا ايه؟ التحت دي يعني ايه؟ سالب، يبقى سالب 90. وهنا الموجب عشان ارتفعت، كلمة اللفظ بتاع ارتفعت او فوق او زيادة او ايداع او ربح، ده كله بيبقى بالموجب. هنا موجب 60. طب قلنا هنا موجب وسالب الاشارات مختلفة، يبقى هنعمل ايه؟ هنحط اشارة الكبير. اشارة الكبير هنا طبعا ال90 اكبر ولا 60؟ ال90، يبقى اشارة الكبير وهنطرح 90 زائد 60 30. خلاص، يبقى هنكتب كده، لازم نكتب الجزئية دي. يبقى هنقول الغواصة على عمق 30 بالسالب ولا من الموجب؟ 30 متر طبعا بالسالب، يبقى فوق ولا تحت؟ يبقى تحت سطح البحر. خلاص يا جماعة، دي الحاجات المهمة اللي ممكن تجيلنا في البحث ونقدر نعملها كويس. ندخل على طول في الدرس الرابع. ضرب وطرح، ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة. ضرب والقسمة، هنعمل ايه في الضرب والقسمة؟ الضرب طبعا هنقول موجب في موجب يدينا موجب، موجب في سالب يدينا سالب، سالب في سالب يدينا موجب. وطبعا ده بينطبق في القسمة والضرب. يعني القسمة زي الضرب، القسمة هنا زي الضرب، يعني لو موجب على موجب يدينا موجب. خلاص، ندخل بقى في التمارين على طول. ستة في 2 هنا زائد سالب 7. هنعمل ايه هنا؟ في طريقتين. مرة هنخلي دول مع بعضهم كده، يعني دول كده هنجيب الناتج الجمع والطرح زي ما قلنا في الدرس اللي فات ده عادي، وبعد كده نضربهم كلهم في ال6. يعني هتبقى 6 مثلا في، هنشوف حاصل جمع وطرح ده كله هيبقى كام؟ هيبقى سالب 9. يبقى ده كله سالب 9. طبعا 6 في 9 ب45، وطالما هنا موجب وهنا سالب تبقى سالب. خلاص، دي اسمها طريقة الفك.
ممكن بطريقة تانية هنا في نفس المسألة برضو، زائد اهي نفس المسألة، هنودي الستة دي هنضربها مرة في الاتنين ومرة في السبعة. يعني هنعمل كده 6 في -2، دول هنضربهم مع بعض كده، هنحط إشارة الزائد، بعد كده 6 في -7. 6 في 2 ب12، طبعا بالسالب عشان في إشارة سالب، زائد 6 في 7 ب42، بس هنا في سالب برضو اهو، السالب ما ننساش الإشارات. وهنا بعد ما جمعنا طلعت برضو -54، نفس المسألة نفس حل الطريقة التانية. طيب لو هنا قالك أوجد س أو أوجد قيمة س، هنا قالك 8 في س بتساوي -48، يبقى هنا هنقول له س بتساوي ايه؟ س بتساوي، طبعا هما الاتنين هنقسمهم على 8، دول هيصيروا مع بعض 48 على 8 فيها الستة، وفي هنا السالب ما ننساش الإشارة، تبقى س بتساوي -6. طب لو قالك س في 5 في -13 اهو بتساوي، يعني القيمة دي بتساوي الرقم اللي جاي ده برضو، في 5 في -13. طب المسألة لما تجيلك مطولة كده وعايزين قيمة س، نبص بالنظر ايه الشبه؟ الشبه هنا ال5 تروح مع ال5، -13 تروح مع -13، هيتبقى معايا ايه؟ هيتبقى معايا ال9، يبقى هنا س بتساوي -9. خلاص، دي مهمة قوي، ملحوظة لازم تعرفوها. نيجي بقى في القسمة بتاعتنا، تيجي مسألة اوجد خارج القسمة. المسألة دي مهمة قوي في الحالتين التاليتين. يجوا مسألتين قسمة وعايزين نطلع الناتج بتاعتها، وماذا تستنتج؟ هنستنتج ايه؟ هنا عندي 35 على 5 على 7، ماشي، دي رقم ألف جايلي كده، هيجيلي بالشكل ده، وب هنا 35 هي نفس الأرقام بس هيكتبها بصيغة تانية على 7. هنا هنعمل ايه في المسألة الأولانية ونشوف نفس الإجابة هي هنشوفها إذا كانت نفس الأعداد ولا مش نفس الأعداد. طيب احنا عندنا هنا 35 وهنا 35 وال5، بس هنا الأقواس هنا مختلفة والأقواس هنا مختلفة، يبقى هنقول عادي كده، هننزل ال35 عادي، 35 على 5 على 7. يعني ايه 5 على 7؟ يعني 5 على 7. احنا قلنا زي ما عملنا هنا فوق، جبنا الارقام قسمنا، هنقسمهم هنا برضو، هنقسمها برضو على ال7، هتبقى ال35 هتساوي 35، هنقلب العلى هنحولها الى في، خلاص هتبقى 7 على 5، خلاص هتبقى على ايه؟ على 5. طبعا على 5 فيها الواحد، على 5 فيها الايه؟ فيها ال7. 7 في 7 هتتفضل معانا ب49. دي الناتج بتاع الجزئية الأولانية. طب تعالوا نعمل المسألة التانية دي. 35 على 7 على طول، 35 على 7 فيها ال7 على ال7 دي يبقى بيساوي 1. يبقى العملية دي، يبقى استنتجنا ايه؟ ماذا نستنتج؟ لازم نكتب له كده، يبقى عملية القسمة مالها؟ ليست دامجة، ليست ايه؟ دامجة
مع صاد. خلاص، يبقى اوجد في الحالتين الاتيتين. يبقى ماذا نستنتج؟ ان الاتنين دول مش شبه بعض، يبقى عملية القسمة ليست دامجة في صاد او مع صاد. خلاص. طب مسألة تانية هيقولك مثلا اوجد قيمة س. مسألة تانية اهي، اوجد قيمة س، مسألة صغيرة. -3 في س بتساوي 27، شبه اللي احنا حليناها فوق، شبه المثال اللي انا حليته لكم فوق. طبعا السالب هنا طبعا هنقسمهم كلهم على السالب، هنا على السالب وهنا على السالب 3. طبعا دول هيصيروا مع بعض، هيتبقى معانا السين 37 على 3 فيها 9، وطبعا ما ننساش ان فيه سالب، سواء السالب فوق او السالب تحت لازم نحطه، يبقى السين بتساوي هنا كام؟ -9. يا رب يكونوا فهمتوا، تكون المسألة بالنسبة لكم الضرب والقسمة هنا على طول اهي. ويا جماعة اللي يعيدوا الفيديو، واللي مش فاهم حاجة يراجع الشرح تاني، وان شاء الله يفهم على طول. الدرس بقى على طول الخامس، الضرب المتكرر. يعني ايه الضرب المتكرر؟ يعني 2 في 2 في 2. يعني ايه 2 في 2 في 2؟ يعني الضرب متكرر في نفس الرقم، لازم يبقى الضرب متكرر على نفس الرقم اللي هو الاساس. يبقى الاساس هنا بتاعنا اللي هو الاتنين، يبقى هنكتبه 2 كده. طب هو متكرر كم مرة؟ متكرر 3 مرات، يبقى هنكتب بخط صغير كده فوق 3. ده اسمه الاساس، وده اسمه الصغير ده الأس بتاعنا. تعالوا ندخل في تمارين بسرعة عشان نعرف نفهم المسألة دي بتيجي ازاي في الامتحان. مثلا اوجد 3 أس 7 على 3 أس 4. احنا قلنا هنا 3 أس 7 يعني كام؟ يعني ال3 متكررة 7 مرات على 3 أس 4، يعني ال3 متكررة 4 مرات. طب احنا هنا عندي الأساس 3 وعندي الأساس هنا 3، يبقى ناخد واحدة بس منهم. وطالما هنا فيه علامة القسمة يبقى هنطرح الأسس، يبقى هنطرح الإيه؟ الأسس. تبقى 3 أس 3. نكتب ال3 صغيرة كده، 3 أس 3 يعني 3 في 3 ب9، في 3 9 في 3 ب27. خلاص، ناخد مسألة بقى بالسالب. -6 أس 5 على -6 أس 3. هنعمل دي لوحدها ونعمل دي لوحدها ونشوف طبعا الايه. هنا احنا عندنا الايه؟ عندنا العلى مثلا بتعمل ايه؟ بتطرح الأسس من بعض. طب نشوف الأساس هنا زي بعض. طب الحمد لله ان هي ايه؟ -6 ودي -6، يبقى ناخد الأساس بتاعنا يبقى -6 ونطرح معانا 5 ناقص 3 هتبقى 2. 6 أس 2 يعني 6 في 6 ب36. وهنا الإشارة هتبقى سالب ولا موجب. هنبص على الأس هنا لو عندنا زوجي، لو الأس هنا زوجي يبقى الإشارة على طول موجب، هنسيبها كده. طب ناخد مسألة تانية. -5 أس 5 على 5 أس 3 بتساوي كام؟ احنا عندنا هنا دي -5 ودي -5. لما تيجي نعمل السالب ده نطلعه بره عشان نخلي الخمسات اللي هم الأساس هنا عندنا ال5 نخليهم مع بعض زي أي مسألة كده. يبقى نخلي السالب ده بره، نطلعه بره ونعمل ايه؟ 5 أس 5 هنكتبها على 5 أس 3 اهي كده. بقت مسألة عادية
زي المسائل دي. خلاص. طب 5 طبعا هنا هيساوي ايه برضو على طول؟ هنا هتساوي، هنا ما ننساش ننزل السالب بتاعنا. خلاص. طب هنا الاساس هيبقى كام؟ هيبقى 5. طب احنا قلنا هنا في علامة الاسم هنعمل ايه؟ هنطرح الاسس. يبقى 5 ناقص 3 2. 5 أس 2 يعني 5 في 5 25. وطبعا هنحط السالب. نجيب مسألة تانية. رتب تصاعديا. رتب تصاعديا يعني الأصغر ثم الأكبر، يبقى من الصغير للكبير. طيب سالب 2 أس 5، سالب 3 أس 2، سالب 4 أس 0، وسالب 1 أس 15، وسالب 3 سالب 3 أس 3. هنعمل ايه لما نلاقي الحاجات دي كلها؟ لازم نفك كل قوس لوحده، كل قوس نطلعه ارقام عاديه عشان طبعا نحل الترتيب التصاعدي والتنازلي بتاعنا عادي. طيب السالب سالب 2 أس 5 يعني الاتنين مضروبه في نفسها، يعني 2 في 2 في 2 في 2 في 2 هتدينا 32 بالسالب. خلاص. طيب هنا 9 أس 2 يعني 3 أس 2 يعني في 3 في 3 ب9. وطبعا طالما هنا الزوجي يبقى الإشارة موجب. هنا سالب 4 أي حاجة أس 0 بيدينا 1 على طول. خلاص. أي حاجة أس 1 يدينا 1. وبعد كده سالب 1 أس 10. الواحد لو اتضرب 100 مرة 1000 مرة هو الواحد. 1 في 1 في 1 في 1 بواحد برضه هو يبقى ايه؟ يبقى 1. بس هنا في سالب يبقى نحط السالب. آخر حاجة 3 أس 3 ب27. وبعد كده هنحط احنا طبعا هنا وهنا السالب 3 السالب هنحط السالب. بعد كده هنحل بقى الترتيب بتاعنا التصاعدي. قلنا الصغير يعني هنبدأ بالسوالب. السالب الأول والسالب فين الرقم الكبير في السالب عشان يبقى هو الصغير؟ السالب 32 هينزل زي ما هو. بعد كده سالب 27. بعد كده سالب 1. خلصنا السالب عشان ده ترتيب تصاعدي. وبعد كده نبدأ في الموجب اللي بعدهم ايه؟ الواحد وبعدين ال9. خلاص. طيب رتب تنازليا. مسألة تانية 10 أس 2 دي مسألة مهمة قوي. وبعد كده سالب 1 أس 5. وبعد كده 100 أس 2 سالب 10 أس 3 وفي الآخر خالص مليون. دي مسألة مهمة أوي لازم انت ايه تركزوا فيها. هنفك هنا برضو زي ما عملنا هنا في الجزئية دي وفكينا كل الأسس، برضو هنا لازم نفك كل الأسس. 10 أس 2 يعني 10 في 10 ب100. سالب 1 أس 5 قلنا الواحد لو مضروبة 5 مرات 6 مرات هو الواحد. وطبعا هنا نحط السالب عشان هنا ده عدد فردي. طالما العدد فردي الأس فردي يبقى هنحط السالب. 100 أس 2 يعني 100 في 100 اهو. ادي الصفرين وادي الصفرين التانيين عشان يبقى 100 مضروبة في نفسها مرتين. طب هنا 10 مضروبة في نفسها كم مرة؟ 3 مرات يعني 3 أصفار. في هنا سالب، السالب هنا ايه؟ 3 دي عدد فردي يبقى هنحط الإشارة بتاعتنا السالب. وبعد كده طبعا المليون جاية جاهزة. التنازل يعني ايه؟ يعني الكبير طبعا يعني الإشارات الموجب. الموجب هنا عندي المليون وعندي 10,000 وعندي 100. طبعا يبقى المليون وبعد كده 10,000
وبعد كده 100، وبعد كده نبدأ في الايه، في السالب، يبقى -1، وهنا -1000. خلاص. هنا بقى عندي مسألة ممكن تيجي تانية. اوجد الناتج 2 أس 6 في 2 أس 5 على 2 أس 3 في 2. زي ما احنا شايفين كده كلهم 2 2 2 2، يبقى الأساس ايه؟ 2. هنعمل شرط كده، الأساس هنا كام؟ 2 اهو. ودي جمع ولا قسمة؟ دي ضرب ولا قسمة؟ ضرب. يبقى هنجمع الأسس، هتبقى 6 زائد 5 11. طب هنا 2 وهنا 2، هتبقى الأساس بتاعنا 2. وهنا 3. طب هنا مفيش أرقام، يعتبر هنا في 1، يبقى 3 زائد 1 4. طيب احنا اتفقنا طالما دي ايه؟ دي قسمة. دي ايه؟ قسمة. وفي حالة القسمة الاتنين شبه بعض اهو الأساس، يبقى هنحط الأساس بس 2. وفي حالة القسمة بنطرح الأسس، يبقى 11 ناقص 4 7، و2 أس 7 يعني 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 بيساوي 128. مهم أوي المسألة دي. ناخد واحدة زيها بقى بالسالب. عندنا -3 أس 3 في -3 أس 4 على -3 أس 5. هنا هنعمل علامة كسر. هنا -3 و3، يبقى الأساس بتاعنا -3. طبعا هنا ضرب، يبقى هنجمع الأسس، هتبقى 7. 3 و4 7. هنا -3 زي ما هي أس 5. دي -3 ودي -3، يبقى هناخد زي ما عملنا فوق الأساس هنا -3. وطالما دي قسمة زي اللي فوق، يبقى هنطرح الأسس، يبقى أس 2. 7 ناقص 5 2، هتبقى بيساوي كام؟ بتساوي كام هنا معايا؟ هتساوي -3 الزوجي، هتبقى موجب 3 أس 2 ب9. خلاص كده. هديكم مسألة تانية عشان برضو تبقى المعلومة زادت عندكم. -8 أس 3 في 8 على -8 أس 7 هتساوي ايه هنا؟ طب هنا دي سالب ودي موجب، هنعمل ايه؟ دلوقتي هنسيب الاشارات دلوقتي وهنحطها في الاخر. نعدلها. هنعدلها ازاي؟ نخليها 8 أس 3 في 8 أس 4 على 8 أس 7. طب احنا هنا لو لاحظنا هنا السالب وهنا السالب، ودي 8 ودي 8، الأساس هنا 8 والأساس هنا 8، يبقى يعتبر الإشارات هنا هتطير مع بعض، تبقى فيه بس 8 هنا وال8 هنا بالموجب، مش هنحط سوالب. هتبقى 8 هنا هنجمع الأس أس 7، وهنا 8 أس 7، وطبعا 8 أس 7 على 8 أس 7 هيدينا 1، زي 1 على 1 بيدينا 1، أو 5 على 5 بيدينا 1. برضو الأسس كده والأعداد الصحيحة كده، 8 أس 7 8 أس 7 هيدينا 1. ونخلي بالنا يا جماعة كده خلاص. الدروس بتاعت النهاردة أنا لميت لكم الدنيا بقى هنا كده، يا رب تكون فهمتوا. أنا عندي الدرس الخامس أهو، والدرس الرابع، والدرس الثالث، والدرس الثاني، والدرس الأول. طبعا هتلاقوا فيه مثلا ايه كمية شرح كتير شوية، علشان بنبني على أساسها بقية فهم الدروس، بقية الدرس أو بقية الوحدة. طبعا دي إن شاء الله هتساعدنا أوي في البحث،
وربنا معاكم ووفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.